البيت دلوقتي واحد عايز يطلب ايديه، تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تروح تسأل عليه، تسأل عليه تشوفوا ابن مين وشغال ايه ومعاه ايه واهله ايه، واهله ايه، ومتربي صح ولا مش اي كلام. يكون اهم شيء الرباية بتاعته وناسه واللي مربيينه، وكويس ولا مش كويس، واسلوبه كويس ولا مش كويس مع الناس. لان اهم شيء يكون الرباية، يرجع للرباية. طيب جه طالب بيتك، تعمل ايه بقى؟ لقيته كويس وسألت عليه ولقيته كويس وطيب وابن ناس بتاع ربنا وابن ناس كويس، تعمل ايه بقى؟ جاي يطلب ايد بنتك، تعملها تشرط عليه ولا ايه؟ لا، تشرط عليه في ايه؟ وما يرضى ربنا. مش تقول له بنت فلانة جاي لها 200,000 دهب انا عايز زيهم. لا، ده جايين عفش وتشرط عليه في المواسم والأعياد، واللي تجيب لي وتجيب لي وتجيب لي وتجيب لي الموسم ده ايه بطانية، الموسم الجاي تجيب مفرش تنين، لا المفرش الجاي تجيب ايه مفرش ناس الدخل، وتجيب لحاف فايبر، وتجيب لي وتجيب لي. احنا كلنا ماشيين كده. طب افرض هو ما جوتوش يجيب الحاجات دي، لازم يجيبها؟ لا، انت هي لو بدك شريان لا ما تشدش معاها. لو بدك شارياه ولقيته سألت عليه ولقيته كويس وبدك شارياه ما تشدش عليه، ما تشترطش عليه في حاجة. قولوا اللي تقدر عليه، اللي تقدر عليها هو وزوجه. هو معاه وربنا مقدره هيجيب لهم، ربنا ما قدرهوش اللي يقدر عليه يجيبه. لو انت شاريه صح، لو انت شاريه صح. انما لو انت مش شاريه اللي وبقى مش شاريه اتلكك له. لو انت لقيه ما هوش مش مناسب، الواحد يقول لا ده انا عايز وعايز 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 وعايز، يطلب منه حاجات كتير. لو انت شاريه مش هتدقق معاه، مش هتدقق معاه في اي حاجه. مش هتبص البت فلان اللي جاي لها 200,000، البت التانية جاي لها 150,000 دهب، ان انا مش عارفين عايزين ايه مش عايزين إيه. طب هو شاري بنتك، هي وقت الساعه يعمل ايه؟ مش هيقدر، مش هيقدر. هيعمل ايه وهيجيب ايه ولا ايه ولا ايه؟ ولا يجهز شقته بايه؟ ولا يجيب شقه بايه؟ لما الدنيا غلت علينا وعليه، غلت على ابو العروسه وهو، لما هو ابو العروسه هيجيب فيمشي على قده، شاريه يمشي على قده. فناس ياما بيوتا انهدت وعندهم احلى دهب واحلى عفش من ايه؟ مفيش ارتياح نفسي، مفيش ارتياح نفسي. ليه لازم الواحد يترقب بحالة العريس في الزمن ده؟ هو يعني ابو العروسة يترقب بحالة العريس في الزمن اللي احنا فيه. قول له يا ابني هتشق على قدك، هات عفش على قدك، ماشي. هو هيجيب لي مين؟ ما هيجيب لي لنفسه. هو هيجيب على قد ما يقدر، هيجيب حاجات حلوة لنفسه، مش لبيتك. هيبقى في شقته هو وحاجته هو، ولو وضب حلو هيبقى ليه، لو وضب وحش هيبقى ليه، بس هو ومقدرته بقى. ما تشرطش عليا بقى تقول انا عايز وانا عايز وانا عايز. لا ده انا عايز عفش من اهلي، ده انا عايز شقة من اهلي، ده انا عايز على قده. هو نفسه ياخد بيتك بس على قده. لا انا بقى شريك ما اشترطش عليه في اي حاجة، ما اشترطش عليه في اي حاجة. انا اعرف بنت جماعة ماشي يا حبيبي، ان هي اتخطبت لواحد دكتور، اهلها قالوا لها ده حلو ده كويس ده كده، جاي ايوه ده كويس وحلو، واتخطبت وكده. قعدت معاه سنة ما ارتحتش معاه في المعاملة، ودكتور ما ارتحتش معاه، لقت معاملته ماهيش ايه، ماهيش مرتاحة له، ماهيش مرتاحة له. طب ما استبوش يا بنت اهلها، يقولوا لا ما استبوش ده كويس، ما استبهوش. يقولوا لا ده مبسوط دكتور مبسوط وعنده شقته ومبسوط. يا بنت لا، مش يمكن ما تلاقيش غيره وما تلاقيش زيه وما تلاقيش غير ايه ابدا. اهلها يقولوا كان بيجي يقعد معاها الاجازه تفضل تعيط. قال لها طب ما انت مختاراه واهلي قالوا لك ده كويس وانت مختاراه،
تقعد طول الاجازه تعيط، ما كانتش ايه تبطل عياط، ونفسيتها وحشه. طيب اما سابته والله يستاهل. جه جالها واحد تاني، بيقولوا لي بقى جالها واحد تاني، دي مهندس. اما جالها المهندس شكله طيب وامير ومن ناس وكويس ومحترم وشغال مهندس بقى ووظيفي. قعدت معاه شهر واحد، جاي تاني سيبوني في حالي، انا مش متجوزه ومش مخطوبه ومش كده. يقولوا لا ده كويس، نفسهم يفرحوا بيه. شهر واحد عشان هي سمعت كلام اهلها، واهلها كان عندهم صح، بس العيله لها دماغ في الزمن ده اهو، لوحدها لها دماغ. ليه؟ لها دماغ بتفكر فيه، ده مش مناسب، بس حاولت تراضي اهليه، جاته خطبان مخطوب. اما اتخطبت ليه، قعدت معاه شهر واحد وجا سايباه. طب ليه يا بت؟ يقولوا لها ليه يا بت؟ طب ليه؟ يقول انا مش مرتاحه له، ده طيب زياده عن اللازم، وعايزني انا اللي ابقى امسك البيت، طيب زياده. في بنات ما بتحبش الطيب الزياده، وفي بنات ما بتحبش ايه، يعني على حسب دماغها. طب ليه كده يا بت؟ تقول لا خلاص سيبوني، تقولي لاهلها سيبوني، انا مش هتجوز اي حد ولا هفكر في اي حد تاني. طب ليه كده؟ قالت لا سيبوني بقى. صدقوا ان انا اعرف، والله اعلم ان جالي ولا 50 عريس، وكل عريس من عيني. ولحد دلوقتي هكمل لكم الفيديو التاني على ظروفها واللي حصل لها، اللي عملته على ظروفها اللي حصل.